السلام عليكم واهلا بكم مع ام احمد. دلوقتي هنعمل مع بعض الكريب الحادق باللحمه المفرومه. المقادير: 3 كوبايات لبن، 3 كوبايات دقيق، نص كوبايه زيت، 3 بيضات. لكل بيضه مع كوبايه لبن كوبايه دقيق. ولو احتاجنا دقيق، لو طلع منك تقيل او طلع منك خفيف بتزودي دقيق او لبن. هننزل الاول باللبن بالبيض، احنا حاطين عليه الملح لان احنا هنعمله حادق، وحبه فلفل اسمر كده. هننزل بالسوائل كلها الاول. هننزل باللبن 3 كوبايات كده، والزيت نضربهم شويه مع بعض الاول، بعدين نحط الدقيق. وهننزل بالدقيق شويه شويه كده ونضرب، وارجع لكم تاني. ده القوام بتاعه كده بالطريقه دي، خفيف كده. لو حسيت لا كل ما يبقى خفيف معاكي مش تقيل بيطلع معاكي رقيق وحلو، ما يبقاش تخين معاكي كده وتعرفي تتصرفي معاه. انما لو حسيت ان هو تقيل زودي لبن، زودي ميه، مش مشكله، اي موجود عندي. دلوقتي هنعصج اللحمه مع بعض كده. انا حطيتها على النار مع معلقه سمنه كبيره مع معلقه خل. الخل ليه؟ عشان يشيل الزفاره اللي فيها، وعشان برضه نعقمها من مسكه الجزار كده، يعني ايه، نعقمها بمعلقه الخل دي. بعد ما عملتها كده هنزل بالبصل، بصلتين كبار مفرومين كده. طبعا انا حاطه لها جزر مبشور مع فلفل الوان كده. حابه تحطي حبه، ده اختياري. هنقلبهم مع بعض كده. نسيبهم بقى يتعصبوا على النار. نحط الاول التوابل بتاعتهم، حبه قرفه صغيرين، فلفل، بهارات، ملح، بس كده. التوابل كده، ونسيبهم يستووا مع بعض بالراحه على مهلهم على النار كده، قبل ما نعمل الكريب مع بعض. تحته طماطم، وحط لها برده معلقه سكر صغيره، ومعلقه نص معلقه فلفل اسمر، ونص معلقه ملح، ومعلقه سمنه، ونسيبها تتسبك كده هي واللحمه على النار قبل نروح نعمل الكريب مع بعض. هنسخن الطاسه جامد كده على النار، وندهنها بالفرشه كده زيت على خفيف كده. وما نملاش كتير، يعني حبه صغيرين كده عشان تطلع معانا رقيقه وحلوه كده. ونحركها كده بسرعه في الطاسه، لازم بسرعه كده عشان قبل ما تستوي منك كده. ونحطها على النار. طبعا تكوني معليه عليها النار كده. وطبعا هي طريقه الكريب دي سهله جدا، يعني ما اي واحده ممكن تعملها بمنتهى السهوله. وبالراحه كده نحرك كل شويه بحيث نشوفها. لو اتحركت معانا تبقى خلاص استوت، ما اتحركتش نسيبها شويه بالشكل ده. ما تستعجليش بيها عشان ما تتقطعش منك. عارفه اللي يثبت لنا كده، وندخلها تحت يعني. لسه محتاجه شويه، مش هقلبها دلوقتي. لو بتمشي معاكي في الطاسه تبقى خلاص، ما بتمشيش نبقى لسه خلاص مشيت. هنقلبها بالراحه بالشكل ده كده. شويه كده، ونحركها برده مع بعض كده لحد برده الناحيه التانيه ما تستوي كده. وناخدها نطلعها مع بعض ونحطها بالطريقه دي، نحركها بس بالراحه على ايدك طبعا بالشكل ده. طبعا بعد ما خلصنا الكريب وسويناه، احنا فرشنا في الصينيه ديت هنعمل شويه تسبيكه. وهنا قررت ان لما لقيت الكريب معايا كتير اعمل لكم شويه بالبشاميل.
صينيه بالبشاميل وصينيه بالصلصه الحمراء. هنجيب الكريب كده نفرده. طبعا دي اللحمه بعد ما سويناها، وهنحشي الكريب كده. انت فيكي تعمليه وتسيبيه كده، ما تحطوش لا في صلصه ولا في حاجه، تقدميه كده. بس لما تعمليه كده لو عندك عزومه او حاجه بيبقى شيك جدا وحاجه وصنف جميل. هتعملي كده وترصي في الصينيه كده كده. لو عايزه تقدميه كده من غير صلصه او حاجه، بتحطي اللحمه كده وبتعمليه زي المنديل كده كده، وبتقدميه كده اللحمه او الجبنه او اي حاجه انت هتقدميه بيها. هتعمليه كده بالطريقه اللي انا عاملاها دي، هتعمليه زي السندوتش كده، هتلفيه كده. ودي طريقه شيك جدا في العزايم او المناسبات او اي حاجه، بتبقى جميله جدا كده. ترصيه في الصينيه كده. حط بقى في اللي هي بالبشاميل دي، نجيبوا 2 ونخلص ونرجع لكم تاني. نلفهم كده كده ورص في الصينيه كده. كمان واحده. بالشكل ده كده، والرص جنب بعضيهم كده خفيف، مش هيلزقوا ولا يجرموا. بعد ما رصينا صينيتين كده وخلصنا حشوهم، حطينا هنا شويه صلصه زي ما انتم شايفين، مش كتير بالشكل ده، وهنا شويه بشاميل بالشكل ده، وهنرش عليهم جبنه شيدر كده. عايزه تحطي موزاريلا حطي، عايزه تحطي رومي حطي، الموجوده عندك، اي جبنه موجوده عندك حطي بالشكل ده كده، هنا وهنا كده. بعد كده هندخلهم الفرن يا دوبك ياخدوا جراتان من فوق، علشان هما كل حاجه مستويه. كل حاجه، اللحمه، الكريب، كل حاجه مستويه، يا دوبك هنحمرهم في الفرن ونطلع. ده الكريب بعد ما طلعناه من الفرن، اللي بالصلصه الحمراء واللي بالبشاميل. وده الكريب بعد ما طلعناه كده، طلعته لكم الصينيه اهوت، لا لزق ولا حاجه. وده كريب يا رب تجربوه، احلى من بتاع المحلات، ويا رب تجربوه يعجبكم. ولو لكم اي استفسارات اكتبوها لي اسفل الفيديو، ولايك وشير، والسلام عليكم.